بني إسرائيل، وحد الله كده وصلى على سيدنا النبي، في كتب بني إسرائيل، لأن سيدنا النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإن كان بهم الأعاجيب. في عهد سيدنا موسى رجل كان لا يفعل الخير، ما سجد لله سجدة، فلما مات راحوا واخدين الجثمان ورميينه على كوم زبالة. هتخليك معايا؟ هم 5 دقايق، وفيما ذكرته في خطبة الجمعة كفاية، ان كتر الكلام ملوش لازمة. خلي بالك، لما مات عملوا فيه ايه؟ رموه على كوم زبالة، لم يغسل ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، لكن الرحيم بصنعته سبحانه عاتب الكليم موسى. فربنا قال لسيدنا موسى يا موسى لما ألقيتم عبدي فلان على المزبلة؟ وربنا عارف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله تخلي بالك. فقال موسى الكليم يا رب والله ما فعل خيرا قط. انت مالكش تحكم على الناس، انت لازم تحسن الظن بكل الناس. لازم ما تحكمش على حد لا بجنة ولا بنار. اصل الجنة مش بتاعت سيادتك، ولا الجنة ورث من ابوك. كان ابوك كتبها لك؟ انت عمال تحكم على الناس دي في الجنة ودي في النار ليه؟ ودي مش رسالة للكليم موسى، لا ده لجميع الأمة كلها. انت بترميها على المزبلة ليه يا موسى؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال هو عمل حاجة؟ ما عملش خير ابدا. نمتم؟ فقال الله عز وجل يا موسى قد غفرت له. غفرت له يا موسى ائتي به وغسله وكفنه وادفنه في مقابر المسلمين بعد ان تصلي عليه صلاة الجنازة. قال ولم يا رب؟ قال يا موسى صل بقى على سيدك النبي عشان تسجد لله شكرا انك من امة زعيم البشرية محمد الذي طوى السبع الطباق والذي شرفه ربه برحلة المعراج صلى الله وسلم وبارك عليه. غفرت له ليه؟ قال يا موسى في يوم من الايام كان يقرأ التوراة. اوعى تستهتر في حسنة تعملها، اوعى تستهتر مرة تصلي على النبي ولو مرة في اليوم، ما تضمنش. في واحد بيخش الجنة بحسنة، وفي واحد بيخش النار بسيئة، وفي واحد بيخش جهنم بغمزة. شوف انت بقى اما تخش جهنم بغمزة، غمزة في الشر. في واحد بيتحرم من كلية الطب على نص درجة، نص درجة تحرمه من كلية الطب، وانت ممكن حسنة تحرمك من جنة عرضها السماوات والارض. الراجل دي ربنا غفر له ليه؟
كان يقرأ التوراة، ربنا اللي بيقول لسيدنا موسى: فوقعت عينه على اسم حبيبي محمد فدمعت عيناه وقبل الاسم فمن اجل ذلك غفرت له. سيدنا النبي الكون كله رهن شرط. طب انت النهاردة يوم الجمعة من ساعة صلاة الفجر، انت اصلا صليت الفجر لحد دلوقتي صليت على النبي كم مرة؟ ولا هتصلي ولا في دماغك. انا هقول كلمتين لو نظر الانسان الى حقيقة نفسه حال احتضاره لهانت